مرة زمان عملت فيديو كده كتبت فيه الأم تتسبب في فشل كلوي للطفل، فناس كتيرة هاجمتني لما قلت إن الأمهات هي اللي بتأذي ولادها وكده. كان قصدي في الفيديو ده وهو نفس مشكلة النهاردة، إن الأم هي اللي بتروح تجيب دواء من حد واقف في الصيدلية هو مش دكتور برضه، وبيأذوا الطفل. يعني الأم مشتركة في الجريمة واللي واقف في الصيدلية مشترك، لأن الاتنين مش عارفين الصح. طيب ده طفل 4 شهور، والفيديو القديم كان طفل 4 شهور برضه. وراحت جابت له لبوس اسمه بيبي ريليف. للعلم البيبي ريليف ده هو نفس المادة بتاعة الدولفين لبوس أو الفولتارين لبوس، والتلات أدوية دول أو أي مثيل ليهم ممنوعين الاستخدام نهائي قبل عمر سنة، لأن المادة بتاعتهم بتفرز عن طريق الكلى، وكلية الطفل في العمر ده ما تقدرش تستحملهم، فطبيا ممنوع استخدام الأدوية دي قبل سنة. وحتى بعد عمر سنة الأدوية دي مش مستحب استخدامها برضو إلا في أضيق الحدود وبتعليمات من الدكتور، علشان خاطر هم أدوية خطيرة. طيب هنا الأم راحت الصيدلية، سألت حد في الصيدلية أو اتصلت بحد في الصيدلية وصف لها الدواء. دلوقتي لا قدر الله لو الطفل ده جراله حاجة أو الكلية بتاعته اتأثرت، مين اللي هيدفع الثمن؟ الطفل الغلبان ده هيدفع الثمن إن الأم راحت سألت حد مش عارف والاتنين جابوا دواء مش مناسب. لو عايزين تعرفوا إيه الأدوية المناسبة للسخونية وإزاي نعالج السخونية لحد ما نكشف، اكتبولي في التعليقات وأنا هبعت لكم الشرح.